وأنك لا تذهب نفسك حسرات على فوات الدنيا، لا سيما إذا حصلت ورزقت النعمة العظمى والمنة الجلة، وهي العلم والدين والإيمان والقرآن. من رزقه الله تعالى العلم والدين والإيمان والقرآن فاته الدنيا، على ماذا يحزن؟ والله لا يستحق أن يحزن على ما يفوته من نعيم الدنيا ولذاتها، لأنها كما يقول الإمام أحمد رحمه الله ما هي؟ يقول: إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وإنما هي أيام قلائل. هذا الكلام من أفضل وأجمع ما يمكن أن تسمعه في التزهيد في الدنيا، لأنك أنت إذا تأملت بعين البصيرة، عين بصيرة كعين أحمد بن حنبل، ماذا ستجد الفرق بين الغني والفقير؟ يقول رحمه الله: إنما هو طعام دون طعام، معناها الغني ماشي الغني ليس هو سيأكل ويعيش وأنا سأموت من الجوع، لا، أنا آكل هو يأكل، الفرق طعامه أجود من طعامي. ثم اللباس، لن أخرج أنا إلى الناس عاريا وهو يخرج مكتسيا، هو يلبس وأنا ألبس، لكن لباسه فقط أفضل من لباسي، إنما هو لباس دون لباس. طيب لو كان سنقضي الدهر كله أبد الآبدين هو يلبس أفضل من لباسي ويطعم أفضل من طعامي، والله سأنافسه على الدنيا، لكن ليس الأمر كذلك، إنما هي أيام قلائل، ثم بعد ذلك يأتي التفاوت الحقيقي في درجات الجنان. هذه هي الشيء الذي ينبغي أن ينافس عليه حقيقة. إذن حقيقة الفرق بين الغني والفقير ما هي؟ طعام دون طعام ولباس دون لباس وإنما هي أيام قلائل. وعلى هذا الوزن نقول: هاتف دون هاتف وسيارة دون سيارة وإنما هي أيام قلائل. والسعيد حقا من حصل النعمة العظيمة الجليلة التي لا يعطيها الله تعالى إلا لمن يحب، وهي نعمة الإيمان والقرآن ونعمة اليقين ونعمة الفهم عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. لما تدخل إلى المسجد تمسك المصحف تبدأ تقرأ القرآن وأنت تفهم ما تقرأ، تعرف أن هذه الكلمة فسرها ابن عباس كذا، وهذه قال فيها ابن مسعود كذا، وهذه الكلمة الغريبة معناها كذا لقول الشاعر كذا. هذا هو نعيم الدنيا المعجل الذي ينبغي أن تصرف فيه نفائس الأوقات وتبذل دونه المهج.